السلام عليكم اخواني متابعينا الاعزاء، متابعين قناة امجد الفتلاوي لعمل السيراميك. اخوان طبعا عندنا هذا البيت المساحة 125 متر، واليوم جهزناه صفرناه اسمنت، طبعا قبوان على الليزر كله شغله، وخلينا بيه جوينات على مود تمدد، وذن الجوينات راح نخلي بهن فلين ونترسم خبط. هذا التصوير امام انظاركم. طبعا اخوان انصح اني مثل تشتغل بورسلين، اذا تريد تشتغل بمادة خلي يصفر لك نفسية الخلفة او البورسلين، لا تخلي شخص ثاني يصفر لك ويتعبك ويخسرك قلو زايد. هذا عندنا هسه العمل امام انظاركم، وهذا هسه خلينا فلين بيه وترسناه، وهاي المادة نشتغل بيها مادة رويال 1054، طبعا شغلها درجة اولى هاي المادة. وهذا امام انظاركم هاي المادة جاي نخبط بيها على ما تتماسك جيد. المادة لا تخليها سلسة كلش ولا تخليها صلبة كلش، كون تحس بها يعني مرنة بالشغل. خبط عديل مو تخليها مفصصة المادة. هاي هسه امام انظاركم، وراح نشتغل بالاستقبال، وان شاء الله العمل ينال اعجابكم. هذا عندنا الاستقبال، طبعا بورسلين 60 في 60، فتحة من اليمين، فتحة الجوينات 2 ملم، قراصات للعدالة، عدالة العمل. وهذا العمل امام انظاركم. اخوان هاي القبان ان شاء الله قبان عدل وشغل درجة اولى، والمادة نخليها بالبورسلينة ونخليها بالارضية. طبعا اخوان اذا تخلي بس بالارضية يصير تماسك مالتها مو ذيك القوة يعني، واذا تخلي بس بالبورسلينة هم كذلك، فانت تخلي بالبورسلينة المادة وتخلي المادة بالارضية على مود يصير تماسك جدا قوي. وعندك هذا المعالج المسنن على مود قياس المادة، قياس واحد تجي، وبالأرضية هم كذلك. هذا العمل إن شاء الله ينال إعجاب الجميع. هذا الاستقبال كملناه هسه حاليا أمام أنظاركم، عدالة العمل ودقة العمل، جوين واحد، جوين كله قياس من اليمين. وإن شاء الله العمل ينال إعجابكم، مع تحيات أخوكم وخادمكم أمجد الفتلاوي.